لو عندك شغف لحاجة، فكرة، سكيل معينة، او حتى قصة عايز تحكيها للناس بس مش عارف تبدأ ازاي ومنين ومش عارف تسوق نفسك صح، في الفيديو ده هقولك على الخطوات اللي مشوا عليها الخبراء وقدروا يبنوا براند شخصي قوي ومن الصفر. هلو، ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا يا جماعة والله. بحب قوي طلة فيديوهات اليوتيوب، يعني بحب طلة اليوتيوب بشكل عام، وبحب الناس اللي في يوتيوب كمان. بس anyway انا عارفه ان انا متاخره غصب عني بقى المره دي، بقى لا اعذروني بقى، وده علشان يعني الشغل نوعا ما كتر شويه، وانتوا لو متابعيني على انستجرام هتعرفوا ليه. المهم انا مش هرغي كتير، عايزين بس قبل ما نبدا نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في كل مكان ربنا يحفظهم ويتولاهم، ويلا بينا. مبدئيا كده، هو يعني ايه بيرسونال براندنج؟ البيرسونال براندنج بكل بساطه هو الانطباع اللي بياخده الناس عنك، الحاجه اللي انت بترسمها بايديك عشان الناس تبص عليها وتعرفك بيها. يعني مش مجرد لوجو او الوان، هو عباره عن ميكس بين انت مين، بتقدم ايه، واللي انت بتقدمه ده بتقدمه لمين، وايه اللي بيميزك عن الاخرين. اهم الستبس اللي هنقدر نبني بيها بيرسونال براندنج مظبوط من كلام الخبراء. اول حاجه، حدد رسالتك الاساسيه، كور مسج اللي انت هتقولها. الناس بتتفرج عليك ليه؟ علشان مسج معينه انت بتوصلها، زي مثلا والله انا هنا علشان اساعد الماميز ازاي ينظموا وقتهم عشان يقدروا يعملوا كل حاجه في وقتهم او في يومهم، او مثلا والله انا هنا عشان اساعدك ازاي تسوق صح بطريقه فعاله للبراند بتاعك، وازاي تكبر بسرعه على السوشيال ميديا، وهكذا. يعني كل محتواك من صور، فيديوهات، مقالات، او حتى ستوريز لازم يبقى رايح في نفس الاتجاه. 2، لازم تختار نيش واضح واحد. يعني ايه نيش؟ يعني مجال. لازم تختار مجال واحد واضح جدا. اكبر غلطة ممكن تعملها انت او اي حد بيعمل محتوى هو انه يكلم كل الناس، يدي المسج بتاعته لكل الناس. والله انا بستهدف كل الناس، مفيش حاجة اسمها كده نهائي، مفيش حاجة اسمها كده. الفكرة كلها ان انت بتكلم فئة معينة من الناس، الفئة دي انت بتكلمهم في مجال واحد انت مختص فيه، عادي اتكلم فيه بدون ملل، بدون زهق، بدون عدم تعلم. لازم تتعلم فيه طول الوقت، انت قاعد بتتعلم وتطور من نفسك علشان حتى جمهورك ما يزهقش ويمل منك او يحسك انك جاهل ومش فاهم او طالع بتقول اي كلام وبتهبس فيه. فاهمني؟ 3، اعرف جمهورك. know your audience. طيب والله انا بكلم كل الناس، مفيش حاجة اسمها كده، ده غلط. مفيش حاجة اسمها كده، زي ما قلت من شوية مفيش حاجة اسمها ان انا بكلم كل الناس، مفيش حاجة اسمها كده. لازم احدد جمهور معين انا بكلمه ليل نهار. طب انا مين جمهوري؟ انا مين اللي انا بوجه له كلامي او الرسالة بتاعتي؟ يا ترى جمهوري ده شباب في الجامعة، ولا مثلا ماميز، ولا بيزنس اونرز، ولا مديرين مصانع، ولا ايه بالظبط؟ انا بتكلم مع مين؟ المسج اللي انا عايزه بوصلها لمين؟ لازم تعرف كمان النيش بتاعك، المجال بتاعك ده يصنف ايه؟ يصنف هاب ولا هيلب ولا هيرو؟ هو يعني ايه هاب وهيلب وهيرو؟ تعالى اقول. اول حاجه فيديوهات الهاب. والله الفيديوهات دي هي اي فيديوهات انت بتطلع تتكلم فيها، وفي مجموعه كده، في لوكشه من الناس بتدخل تتفرج عليك انت تحديدا، سواء انت بتتكلم في حاجه مهمه، حاجه تافهه، حاجه كوميدي، حاجه تراجيدي، اي حاجه. هما بيدخلوا المجموعه دي تدخل تتفرج عليك انت عشان هي بتحبك، عشان هي عايزه تشوف وشك، بتحب تون صوتك، بتحب رياكشناتك، بتحب اي حاجه، هي بتحب وجودك. فالناس دي او المجموعه دي هيدخلوا يشوفوك انت مهما كنت بتتكلم في ايه. تاني حاجه فيديوهات الهلب. يعني ايه بقى الهلب؟ الهلب هي ان انت بتقدم فيديوهات، الفيديوهات دي فيديوهات عمليه. يعني ايه عمليه؟ يعني انت بتقدم طريقه عمل المحشي مثلا، اي حاجه انت بتقدمها بتعلم بيها الاخرين اللي هيدخلوا لك دول هم داخلين عشان يتعلموا الحاجه دي، هم مش داخلين عشان انت بتعملها بالذات انت، لا، هم داخلين ومش فارق لهم مين اللي بيقدم المعلومه. المهم انا داخل عشان اشوف طريقه عمل المحشي، مش مهم مين اللي بيقدمها، المهم ان هي الطريقه قدامي. ثالث حاجه فيديوهات الهيرو. يعني ايه بقى؟
الهيرو دي شخص او يعني مجموعه من الناس والله دخلت تشوفك بالصدفه، انت طلعت للشخص ده في الاكسبلور كده، فاهمني؟ في حاجه شدته وهو بيقلب الثامنيل، الشكل الخارجي، الديزاين بتاع الصوره اللي هي الخارجيه او الاوليه للفيديو، الهوك اللي انت كاتبه، ايا كان. هو شخص كان بيقلب شافك بالصدفه، انت عجبته ودخل يتابعك، بس كده. الفيديو من دول بيبقى فيديو بلا هدف، انت داخل بتتكلم بتلقائيه وعلى طبيعتك وبتحكي اي حاجه في اي حاجه. الحلو في الفيديوهات دي او في نوع الفيديوهات ده ان هو بيجيب سبسكرايبز، وخصوصا لو على يوتيوب، وفيوز كتير، بس هيبقى متعب ليك انت شخصيا، انت مش هتعرف تستمر فيه، فاهمني؟ نطلع بقى من انواع الفيديوهات بتاعت الهب والهلب والهيرو، وندخل بقى على رابع خطوه من خطوات الخبراء، وهي تحديد التون اللي هتتكلم بيه مع الاودينس بتوعك. والله هتتكلم بشكل حازم كده وباللغه العربيه الفصحى، ولا هتتكلم بشكل فريندلي زي ما انا ما بتكلم، ولا هتتكلم بشكل فاني، ولا هتتكلم ازاي؟ طب هو انا ليه لازم احدد انا هتكلم بأني تون؟ والله لازم تحدد علشان الناس اللي هتتابعك او هتحب تشوفك هي هتتعلق قوي بطريقتك واسلوبك، هيحبوا طريقتك وكلامك، لازم تبقى فيها مميز. ودونت فيك، بليز دونت فيك، ما تتكلمش بطريقه مصطنعه، ما تقلدش حد، لان انت مميز، انت ليك لمسه كده، ليك بصمه معينه بتاعتك انت، ما ينفعش حد يقلدك فيها ولا انت تقلد حد فيها. فخليك حقيقي جدا بدون اي تصنع. خامس ستيب، الستيب دي مهمه، لازم تبني بروفايل احترافي. لازم يبقى عندك بروفايل احترافي على السوشيال ميديا. اقولك بلاش احترافي، بلاش احترافي، عندك بروفايل منسق ومنظم وواضح على السوشيال ميديا. ليه بقى؟ لانه هو ده الزاويه اللي الناس بتشوفك من خلالها. تكتب في البايو، لانه مهم قوي وبيتقري يا جماعه. انا لما بدخل عند اي حد على السوشيال ميديا اول حاجه بتلفت نظري مش صورته على فكره خالص، البايو بتاعه هو كاتب ايه. لازم تكتب انت بتعمل ايه، اولا مكانك فين في اي بلد في اي دوله، بتعمل ايه، ايه اللي بتقدمه، ايه المسج اللي عايز توصلها لي من خلال البروفايل بتاعك، اقدر اكلمك ازاي لو انا مثلا عايزه اعلن عندك، لو انا مثلا عايزه اتواصل معاك في شغل، وهكذا. في ملحوظه مهمه، لو انت بتروج لمنتج او خدمه او حتى لنفسك انت شخصيا، لان احنا قلنا ان انت البراند، انت بتعمل لنفسك personal branding، اوكي؟ فلازم بقى يبقى عندك ويب سايت. لازم يبقى عندك ويب سايت. ليه؟ لان انا اكتشفت مع الوقت ان الناس الاودينس لاي براند في الحياه بيحب قوي ان البراند ده يبقى عنده ويب سايت، بيحترموا البراند اكتر، بيحسوا ان البراند تقيل، الويب سايت بيتقل البراند في عيون الاودينس. فلازم نعمل ويب سايت عشان دي حاجه مهمه جدا وهتزود من مبيعاتنا. طيب ايه كمان؟ لازم يبقى عندك لينك واحد لامم كل حسابات السوشيال ميديا الخاصه بيك كلها. لينك واحد يبقى محطوط في البايو، اول ما اقرا البايو بتاعك ادخل بس اضغط على اللينك ده يدخلني على كل حاجه في حساباتك، يدخلني على كل حساباتك. ادخل بقى على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وات ايفر، اي حاجه، اي حساب، المهم يبقى لينك واحد لامم كل الحسابات. سادس نقطه هفضل اقولها وانا بحاول اعمل بيها، وهي استمرار تنزيل المحتوى. لازم نستمر. وانس انت قررت انك هتبدأ خلاص انك تنزل سوشيال ميديا او تنزل كونتنت على سوشيال ميديا، كونتنت ده عامل زي وظيفتك، عامل زي شغلك، لازم تلتزم بيه، لازم تنزل. لان في ناس بتبقى مستنية وجودك، مستنية تشوف لك ستوري، مستنية تشوف لك لايف مثلا، مستنية تشوف لك فيديو معين، سواء هم عايزين يشوفوك عشان هم بيحبوك وانت وحشتهم او يستفادوا منك، فلازم تلتزم بيه تعتبره ان هو شغل زي شغلك او وظيفتك بالظبط. وهنا بقى تيجي قوة الشورتس فيديوز، تمام؟ سواء بقى ريلز، ستوريز مثلا، شورتس عادية على يوتيوب، انستجرام، تيك توك، وات ايفر. الشورتس هي اللي بتخلي الناس تتابعك اكتر وتجيب لك فيوز اكتر، او تجيب لك حتى سبسكرايبز على يوتيوب او فولورز على باقي المنصات. سابع خطوة، لازم تظهر نفسك. اظهر نفسك، اطلع اتكلم بنفسك وبصوتك،
اطلع بنفسك، قدم المحتوى بتاعك، سواء محتوى تعليمي، محتوى فاني كوميدي، او حتى منتج انت بتبيعه، خدمة انت بتقدمها. اطلع بنفسك وقدم ده، لانك اول حاجة ناس هتتعلق بيك وبوجودك. جميل. طيب لو الناس اتعلقت بيك وبوجودك هيحترموا ده وهيثقوا فيك، هيبقى فيه بنى ثقة. دلوقتي الثقة وانس اتبنت بيني وبين العميل، فالعميل ده لو انا جيت عرضت عليه منتج معين او خدمة هيشتريها وهو مطمن. ليه؟ لان انا مش ببيع له هوا، حاجة مش شايفها، لا هو شايفني، سامعني، حافظ رياكشناتي وكل ده. فلو انت خايف انك تطلع تقدم وبتقول لا اصل انا عمري ما قدمت، اصل انا عمري ما اتكلمت، اصل انا مكسوف، كل الكلام ده انت هتتعود عليه. اصلك هتحب الموضوع مع الوقت، هتحب ان الناس تشوفك، هتحب ان الناس تحفظ رياكشناتك وتكتب لك في التعليقات. اهم نصيحة حابة اديها لك في نهاية الفيديو، اي براند، سواء براند عملي زي مصنع، كافيه، شركة، whatever، او براند شخصي، مفيش براند بدأ اتعلم وغلط وتعلم ووقف تاني نجح الا وما وقفش. وانس هو بدأ البراند ده انت لقيته نجح وطلع، البراند ده وقع كتير جدا وغلط كتير جدا، بس اتعلم من غلطه وقدر يقف تاني على رجليه وقدر ما يوقفش ويكمل. هي دي اهم نصيحة، انك ما توقفش. وعايزة اقولك على حاجة كمان، البيرسونال براندنج مش حاجة بتحصل في وقت قصير جدا زي اسبوع مثلا، لا خالص. الفكرة ان انت وانس كملت الناس هتبتدي تحفظ رياكشناتك وتحبك وتحب وجودك وتثق فيك. وعايزة اقولك بقى ان ده اهم اصل ممكن تمتلكه من الاصول في حياتك كلها. لو الفيديو ده شجعك تبدأ، اكتب لي تحت في تعليقات بدأت رحلة، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو واستفدت منه، واعمل سبسكرايب عشان الفيديو الجاي يجيلك بسهولة. وشكرا قوي انك بتكمل الفيديو للاخر. باي باي.